راح اقطع رسميا بالفرق الثمانية المتأهلة من دور ال16 الى دور ربع النهائي. مسموح لي بخطأ واحد بس، يعني اني اجيب 7 من 8، مع اني عارف راح اجيب 8 من 8، بس اذا جبت 6 من 8 يعني وقعت في خطأين. رسميا حل علي العقاب اللي راح تكتبوا لي اياه انتم في خانة التعليقات تحت الفيديو. متعونا بالعقابات. فريق ارسنال الانجليزي اللي راح يواجه باير ليفركوزن الالماني. انا شايف انه ليفركوزن لن يحقق المفاجأة، بل سيتأهل ارسنال لدور الثمانية. ثاني مواجهة عندنا في دور ال16 راح تكون بين العملاق الاحمر البافاري الضاري بايرن ميونخ، هيك بحب اسميه من 7-8 سنين، في مواجهة اتلانتا الايطالي. الفوارق بصراحة بين اتلانتا وبايرن ميونخ فوارق مهولة وشاسعة لصالح العملاق الاحمر البافاري الضاري، ولذلك اتوقع انه بايرن في دور الثمانية على حساب اتلانتا. ثالث مواجهة عندنا هي مواجهة الريدز ليفربول مع غلطاسراي التركي، عشان هيك بتوقع انه غلطاسراي سيودع من دور ال16 ويتأهل ليفربول. طيب من ليفربول الى توتنهام الذي سيواجه اتلتيكو مدريد. على ذلك بسبب هذا الموضوع بالتحديد راح اقول انه راح يتأهل. هنا المفاجأة، اتلتيكو مدريد راح يتأهل رسميا، لا في مفاجأة ولا شيء. سيء وتوتنهام سيء هذا الموسم. ننتقل الان الى نادي برشلونة. رسميا برشلونة راح يواجه فريق صعب المراز، جلده حراشف تمساح، نيوكاسل يونايتد. المواجهة الثانية هذا الموسم بعد مواجهة الدور الاول في ملعب السان جيمس بارك. فالمفروض ان برشلونة يتأهل لدور ربع النهائي، لو ما عملها فضيحة. سأشجع برشلونة بقوة، بدي الكبار يروح لدور الثمانية. طيب شو وضع البلوز تشيلسي؟ عندهم مواجهة مرتقبة مع باريس سان جيرمان. هاي المباراة تذكرنا بنهائي كأس العالم للأندية، بطل دوري ابطال اوروبا وبطل كأس العالم للأندية يلتقيان من جديد. هنا اقطع انه باريس سان جيرمان في دور ربع النهائي وتشيلسي مودعا، بس لو عملها تشيلسي لن اتفاجئ البتة. ننتقل الان الى المواجهة السابعة اللي كثير من الناس بيقولوا انها مواجهة ضعيفة. انا شخصيا سأتابعها بحذافيرها، حتكون من امتع المواجهات في هذا الدور. بودو جليمت النرويجي مفاجأة البطولة في مواجهة سبورتنج لشبونة، ولذلك قطعا ورسميا اقطع بتأهل سبورتنج لشبونة. ايش؟ سبورتنج لشبونة؟ لا يا محمد، بودو جليمت سيودع؟ نعم، برأيي بودو جليمت هنا تنتهي المغامرة، لو عملها حتكون صاعقة رسميا. مسك الختام مع المواجهة المكررة كل عام، المان سيتي وكبير القوم ريال مدريد. الفريقين اللي سبقوا تواجهوا في الدور الأول من البطولة، ووقتها فاز السيتي وكان مدرب الريال آنذاك هو تشابي ألونزو، ولكن امبابي يومها ما لعب. من عام 2020 وحتى الآن هدول الفريقين بتواجهوا كل عام باستثناء موسم 2021. السيتي تأهل على حساب الملكي مرتين، عام 2020 من دور ال16 وعام 2023 لما أطاح بالملكي من نصف النهائي وفاز عليه وقتها في الإياب 4-0. بقية المواجهات تأهل فيها الملكي ريال مدريد، لكن ريال مدريد ضعيف هذا الموسم، ولذلك لا أحابي لا أجامل البتة وأقطعها رسميا للمان سيتي. نعم، المان سيتي سيقصي ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا واستأهل إلى دور الثمانية.